عودة السلسلة اللي ملحقتش تبدأ أساسا. أنا عارف والله آخر فيديو عملته فيها كان أول فيديو أصلا اللي هو إيه اللي اتفرجت عليه في شهر يونيو، وبعدين وقفت في يوليو وأغسطس بس كان غصب عني. بس إن شاء الله من أول الفيديو ده هنلتزم كل شهر بالسلسلة. المهم يلا نبدأ. أول فيلم شفته الشهر ده كان تراب، أحدث أعمال إم نايت شامالان، فيلم بفكرة جديدة وعظيمة بس تنفيذ من أسوأ ما يكون، زي أغلب أفلام إم نايت شامالان. يعني فيلم كان ممكن يكون واحد من أفضل الأفلام في السنة لو بس كان عمله عادي. يعني إحنا مش عايزين حاجة خارقة والله، فكرة الفيلم لوحدها كفاية. بس مش لازم الحين تاخدك بقى وتعمل لي فيها ألفريد هيتشكوك. انا كرهت الفيلم ده لان على قد حماسي له على قد ما احبطت. اداء جوش هارتنت كان افضل حاجه في الفيلم حقيقي، والبت المغنيه دي بنت ام نايت شامالان اصلا، وصوتها كويس والله مش سيء يعني، بس تمثيلها هو اللي مش طبيعي. ففي النهايه مش طبيعي وحش ها. ففي النهايه ام نايت شامالان دايما بيجيب افكار عبقريه ويبوظها في التنفيذ، ده غير ان تمثيله سيء بصراحه زي بنته برضه. بس كده كده هرجع اشوف فيلمه الجاي زي الحمار وهيبقى برضه فكره حلوه وتنفيذ وحش. المهم تقييمي للفيلم 2.5 من 5، ولازم تشوفه بعد كل الكلام اللي قلته ده. روح شوفه برضه. بعدين اتفرجت على جون ويك وجون ويك شابتر 2. كنت قاعد بفكر مع نفسي انهي احسن سلسله اكشن، جون ويك ولا ميشن امبوسيبل ولا جيمس بوند، وما وصلتش لاجابه بصراحه لو كنت مستني اجابه يعني. كمتعه فميشن امبوسيبل، كضرب ودم فجون ويك، كروقان ومزاج فجيمس بوند بتاع دانيال كريج. فكل واحد وتفضيلاته يعني. المهم اديت الفيلمين 3.5 من 5. بعدها اتفرجت على فيلم قلب الاسد، والفيلم ده ايقوني والله. فيلم من كتر ما هو وحش بقى حلو، متعه وتمثيل واغاني وشرير وبلوت تويست. عايز ايه تاني يا ابني؟ ده ينافس ذا دارك نايت مستريح. لا بس بجد الفيلم مش ممل، وزي ما قلت لك فيلم وحش فشخ لدرجه انه بقى ممتع للمشاهده. وافيهات محمد رمضان فيه كانت بتضحكني بصراحه. بس اغنيه الفيلم وحشه فشخ. المهم اديته 3.5 من 5. وما تقوليش يعني بين ده وجون ويك نص نجمه وبتاع، لا يا معلم، الافلام المصريه لها تقييمها والافلام الاجنبيه لها تقييمها، فمش نفس المعيار. المهم بعدها شفت جون ويك شابتر 3، اتكلمت عنه في الفيديو بتاع شهر يونيو، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن. بس عموما فيلمي المفضل في السلسله وتقييمي له 4 من 5. بعدين شفت فيلم محترم الا ربع. معرفش ليه يعني، ده ممكن يكون واحد من اسوأ القرارات اللي انا اخدتها في حياتي عموما، بس هدي الفيلم نص نجم عشان محمد رجب بس. بعدين شفت فيلم بلينك توايس، فيلم رعب نفسي وكده، بيحكي عن بنت شغاله ويترس بتروح في رحله مع ملياردير عنده جزيره، اللي بتبدا انها رحله حلوه وكلها دلع. بعدين بيكتشفوا حاجات غريبه في الجزيره دي. الفيلم متوسط، بتكون قاعد متوتر في اوقات كتيره في الفيلم، يمكن ايقاع الفيلم مش متزن شويه بين النص الاول والنص التاني. اداء تشانين توتم كان حلو، له مشهد مميز كده قرب نهايه الفيلم. فبشكل عام فيلم لطيف لسهره مع اصحابك مثلا. وتقييمي له 3 من 5. بعدين شفت فيلم فينوم. اعتقد ان انت كمان شفت فيلم فينوم، فمش هتكلم عنه كتير، بس فيلم ما يتزهقش منه يعني، وانا بحب توم هاردي. تقييمي للفيلم 3.5 من 5. بعدين شفت فيلم لاند اوف ماين، وهنا محتاجين نتكلم شويه. لاند اوف ماين فيلم تاريخي درامي دنماركي، بيحكي عن جزء مش معروف من التاريخ بعد الحرب العالميه الثانيه، وهو ان الدنمارك بعد ما الحرب خلصت كان عندها قصر المان، وكانوا اغلبهم لسه مراهقين، وكان معروف ان المانيا زرعت الغام على خط ساحل الدنمارك كله، يعني حوالي 45 الف لغم. فالدنمارك اجبرت الاسرى المراهقين الالمان دول هم اللي يشيلوا الالغام لان دولتهم هي اللي زرعتها. يعني جريمه حرب في حق الاطفال دي. ومكلف برعايتهم ومراقبتهم ضابط دنمارك بيكره الالمان، ولكن مشاهدته لوضع المراهقين دول وهما بيعملوا حرفيا مهمه انتحاريه وما عندهمش اكل ولا اي حاجه، فبيتعاطف معاهم، لانهم في الاول والاخر اطفال حتى لو اطفال العدو. فيلم مليان بالتوتر في كل لحظاته، المراهقين الالمان بيوروك حقيقه ان هم الضحايا في الحاله دي، مرعوبين ولكن غصب عنهم بيعملوا المهمه المميته المكلفين بيها كعقاب على افعال دولتهم اللي هم مالهمش دخل فيها. القصه مش بس عن الحرب ولكنها عن الغفران والانسانيه والمشاعر. والسينماتوجرافي في الفيلم بتوريك رعب الالغام دي عامله ازاي فعلا. وروع الفيلم بيجي من تعقيد العلاقه بين الضابط والاسره. يعني انت لو عينك ما دمعتش وانت بتتفرج على الفيلم ده مره واحده على الاقل، فانت ما عندكش احمر اكيد. وتقييمي للفيلم 4.5 من 5. المهم نروح للفيلم اللي بعده، لا لا لاند. مش هتكلم عنه كتير، تقدر تروح تعرف قد ايه انا بحب الفيلم ده من فيديو افضل نهايات، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. بس عموما واحد من افضل الافلام اللي شفتها في حياتي، مش افضل قصه ولا افضل اخراج، لكن في تعريف كلمه فيلم فده واحد من افضل الافلام. تقييمي له 5 من 5. بعدين اتفرجت على مسلسل عمر افندي، كنت عملت عنه شورت تقدر تروح تشوفها من الديسكربشن برضو. بس في العموم مسلسل لطيف، خلصته في يومين، الحلقه قصيره ودمها خفيف، فيعني هنعوز ايه اكتر من كده. عايز ابدي اعجابي باداء مصطفى ابو السريع في دور دياستي بس، وابدي كرهي لاداء ميران عبد الوارث في دور ماجي. بس كده شكرا، وتقييم المسلسل 3 من 5. بعدين شفت اول موسمين من مسلسل فروم، مسلسل يستاهل بصراحه، ما كانش في الخطه خالص، ولا كان واحد صاحبي قال لي شوفه في نص الكلام كده وكنت قاعد زهقان فاتفرجت عليه وخلصت ال 20 حلقه في 3 ايام يعني. ورغم كده فهو مش مسلسل حماسي، مش بيريزون بريك ولا لا كاسا دو بابيل، بس اجواء المسلسل بتخليك مش عايز تخرج منها فعلا. الانترو بتاع المسلسل رائع، الاغنيه اللي فيه حلوه، ومش اخر مره هتكلم عن انترو مسلسل في الفيديو ده، هتفهم قصدي كمان شويه. المهم هي قصته بسيطه ولكنه مسلسل معقد. يعني بيحكي عن قريه بيظهر فيها بالليل وحوش في هيئه بشر بتاكل الناس، بس القصه اكبر من كده. التمثيل كويس ولكنه مش خرافي يعني، بس كتابة المسلسل حلوه بصراحه، بس في احيان كتير هتحس ان الدنيا بطيئه بزياده. والسيزون التالت بيتعرض حاليا، وتقييم الاول موسمين 3.5 من 5. بعدين شفت فيلم سكين كير، بيحكي عن واحده فاتحه مكان بتاع عنايه بالبشره والحاجات اللي الستات بتعملها قبل الافراح دي. فالمهم الست دي كانت هتعمل براند منتجات العنايه،
وهتنزل منتجاتها قريب، بس بتتفرق ان اكونتاتها بتتهكر وبيبتدي يتبعت رسائل جنسيه للناس، فسمعتها بتتدمر. وفي نفس الوقت اللي فيه واحد بيفتح مكان قصاد مكانها بيعمل نفس اللي هي بتعمله، فهتتصرف ازاي؟ اليزابيث بانكس عملت اداء محترم قوي، ولويس بولمان برضه كان كويس، ولوس انجلز جميله، يعني الواحد نفسه يعيش هناك بصراحه. وبس كده، الفيلم ما فيهوش كلام كتير، وتقييمي له 2.5 من 5. بعدين شفت فيلم بوردر لاندز، فيلم مقتبس من لعبه وانا مش جيمر فمعرفهاش. بيحكي عن مجموعه من الناس رايحين ينقذوا بنت كده لاسباب عبيطه. هو نسخه سيئه من فيلم سوسايد سكواد بصراحه، يعني الفيلم واخد كره من اللي عارفين اللعبه، انا مش عارف اللعبه وكرهته. ولكن على الجانب الاخر فالفيلم مش ممل، وحش بس مش ممل. والبنت الصغيره دي كانت كويسه. كيت بلانشيت واضح انها عملت الفيلم ده عشان القرشين بتوعه، كان عليها اقساط مثلا. كيفن هارت قايم بدور كيفن هارت عادي، وتقييمي للفيلم 2 من 5. بعدين شفت مسلسل سيفرنس، ومن البدايه كده فروح اتفرج عليه. المسلسل مش واخد حقه ومحدش بيتكلم عليه، رغم انه موسم اول لمسلسل من افضل المواسم الاولى اللي شفتها في حياتي، وافضل نهايه الموسم اول. كليف هاندر حرفيا فشيخه، تحس ان صناع بلاك ميرور وهما بيكتبوا الحلقات كتبوا قصه ما ينفعش تتعمل في حلقه واحده، ولا ينفع تعمل فيلم، فراحوا باعوها لابل تي في، فابل تي في عملت المسلسل سيفرنس. الاداء التمثيليه من الكل خرافيه، من الكل مش هذكر حد يعني. والحلقه الاخيره هتفضل فاتح بقك طول الحلقه. والانترو بتاع المسلسل والسكور مش طبيعيه. انا نسيت اقول لك القصه، المسلسل بيتكلم عن موظفين في شركه ذكرياتهم مقسومه بين حياتهم الواقعيه والشغل. يعني اللي بيعملوه في الشغل بينسوه لما يخلصوه، واللي بيعملوه في حياتهم بعد الشغل بينسوه هم في الشغل، فهي فكره مجنونه اصلا. والموظفين بيبقوا عايزين يعرفوا حياتهم بره الشغل عامله ازاي، فيا ترى ايه اللي هيحصل. بالمناسبه المسلسل احداثه بطيئه، فانت محتاج تطول بالك وتفهم انك داخل رحله. والموسم الثاني هينزل في يناير، فلسه قدامك فرصه تشوف الموسم الاول. وتقييمي له 4.5 من 5. بعدين شفت فيلم ذا دول، ده مثال عن افلام السبك الحلوه، فيلم هابط وحش فشخ ومحدش شافه غيري تقريبا في العالم يعني، بس انا استمتعت بيه، وفي افيهات ضحكتني قوي. قصته ان في اتنين صحاب، واحد خان التاني، فبيقرروا يصفوا الدنيا بينهم باغرب طريقه ممكنه. لو مش لاقي حاجه تشوفها روح شوفه، والله مش هتتضايق. هو فيلم وحش بس ما يضايقش، تحسه النسخه العبيطه من التشالنجرز. وتقييمي له 2.5 من 5. بعدين شفت فيلم ذا ديليفرنس، لا ده فيلم وحش قوي ما تشوفوش. يعني فيلم رعب اغلب ابطاله ناس من اصل افريقي. لو اديته لجوردن بيل كان زمانه عمل لك حاجه من طراز قص وجيت اوت ونوب ودلين كلوس، يعني عيب لما تبقى ست كبيره كده. المهم تقييمي له 1.5 من 5. بعدين اتفرجت على اول حلقتين من مسلسل ادثا اولا لوند، وطول ما انا بتفرج بسال نفسي انا ليه بتفرج على العبث ده يعني. كاترين هان كويسه، جو السحر والتعويذ ده لطيف، المسلسل لونه موف، ولو مش واخد بالك فده لون الفيجوال ايدنتيتي القناتي. بس الفكره ان المسلسل تحسه حاجه جانبيه لحاجه جانبيه. يعني مسلسل وان ديفيجن انا حبيته حقيقي، بس ده كان مسلسل جانبي. مسلسل ادثا بقى مسلسل جانبي المسلسل الجانبي وان ديفيجن. فاهم قصدي؟ الانترو والاوترو بتوع المسلسل دمهم خفيف. وبالمناسبه اوبري بلازا جميله يعني. وفي شاب شخصيته شاذه في المسلسل، ودي حاجه يعني بتخليك تكرنج كده، رغم انه دمه خفيف وما تتضايقش منه. بس طب ما ليه؟ كنتوا تسيبوه عادي، فاهمني؟ في النهايه الحلقتين مش مملين، بس هل ده كل المسلسل يعني انه ما يبقاش ممل وخلاص؟ مسلسل مش وحش ولكنه مش حلو. بس حلقه كل اسبوع مش هتخسر، فهكمل فرجه على امل ان الموضوع يتحسن، لان عندي فضول اعرف حاجه كده في القصه. وتقييمي الاول حلقتين 3 من 5. بعدين شفت فيلم فيراري، فيلم شيك، اللكنه الايطاليه رائعه، بحب ادم درايفر، بنلوبي كروز خرافيه. مشهد الحادثه حقيقي صادم وتنفذ بطريقه عظيمه يعني. تمام كده. الفيلم ممل بشكل مش طبيعي، انا نمت مرتين وانا بتفرج. مش مرتين اللي هو نمت وصحيت ونمت تاني، لا انا حلمت جوه الحلم. حاجه انسبشن كده. يعني لا ممل بجد، وشيلين وودلي وحشه، حقيقي وحشه. يعني انا ما كرهتش الفيلم في النهايه، وتقييمي له 3 من 5. بعدين شفت فيلم الماني اسمه ذا تيتشرز لاونج. الفيلم كله بيدور في مدرسه، بس الصياعه انه بيحسسك ان المدرسه دي هي العالم كله. يعني فاهمني؟ اتهام واحد بالسرقه جوه المدرسه دي حاجه انت لو ساكن جنب المدرسه مش هتسمع عنها اساسا. بس المخرج قدر يشدك للقصه اللي مش مهمه دي لحد اخر مشهد في الفيلم. ليوني بينش كان اداء خرافي، والفيلم ده فكرني بانا ليه مش عايز ابقى مدرس. مستحيل ان اكون مدرس، لان ما عنديش الثبات الانفعالي اللي عند الميس اللي في الفيلم ده. انا لو مكانها كان زمان الوضع اختلف 180 درجه. يعني تحس الفيلم ده بلاك سوان بتاع المدرسين، ويستحق المشاهده اكيد، وتقييمي له 3.5 من 5. بعدين شفت فيلم ديدي، فيلم جميل من اجمل ما يكون، بيحكي عن مراهق، بس كده، مراهق عنده 13 سنه، اسيوي عايش في امريكا مع والدته واخته وجدته. فالفتره المبكره من المراهقه دي بتكون عامله ازاي؟ صوروها بافضل شكل ممكن. يعني فعليا كل واحد مننا عايش الفتره دي، بكل الحاجات اللي اتعلمناها وكل المصايب اللي عملناها، حاجات بنفتكرها ونضحك وحاجات ندمانين عليها لحد دلوقتي. ايزاك وانج عمل اداء محترم لمراهق، ومش هتكلم اكتر من كده عن الفيلم، لان زي ما قلت لك افضل وصف له هو انه جميل. بس كده، تقييمي له 5 من 5. بعدين شفت الحلقه الاولى من الموسم الثالث من مسلسل فروم. حلقه مش طبيعيه يا جماعه، انا مش هفصص فيها عشان لو انت ما شفتش اول موسمين، بس صدقني انت محتاج تروح تتفرج. تقييمي للحلقه 4.5 من 5. بعدين شفت فيلم قصه الحي الشعبي. عارف ان الترانزيشن غريب، بس ده يعني ممكن يبقى افضل فيلم هابط في التاريخ. يعني الفيلم ده انت لو بصيت له بوجهه نظر محايده كده، ده فيلم ميوزيكال، فيه ليه 8 اغاني، والاغاني مش سيئه بالنسبه للاغاني جوه فيلم. في اغاني وحشه بس مش اغاني تخنق يعني.
فاهم قصدي؟ وافيهات الفيلم كلها كلاسيكس كلها. ايه اللي ودانا غريبه احنا في عجيبه، انا توكتوكريست الفرقه، ايه يا عم كل البودره دي انت بتصحي فطيره، ماتت اكلينيكيا، وافيهات تانية كتير وكلهم بيموتوا ضحك. محمد شرف الله يرحمه كان عامل اداء احسن من ميسي 2019. فالفيلم ممتع بشكل كبير، وتقييمي له 3.5 من 5. بعدين شفت فيلم ولاد رزق 3 بعد 4 شهور من نزوله في السينمات تقريبا. غالبا انا المصري الوحيد اللي فضل كل ده من غير ما يشوفه. بس بيني وبينك انا ما كنتش متحمس له، وبصراحه يعني بصراحه انا كان معايا حق. نفس الفيلم بنكرره للمره الثالثه، وعشان كده اول جزء هو لسه احسن جزء بالنسبه لي، لان كان له رونق مختلف، كان اول مره. لكن باقي المرات فانت عمال تعيد. نبدا الفيلم واحد منهم يتاخد ويتكتف ويبتدي يحكي احداث الفيلم، افيهات جنسيه، خمره، عربيات، ربيع طول عمره واقف في ظهر شهد مراجيح، اخر مره وهنبطل، انت فاكره نفسك متجوزه صلاح ابو المجد، الرقيقه حنان ده رضا، عمرو يوسف نايم مع واحده، هوبا البلوت تويست، انت رايت لعبنا احنا، ده احنا ولاد رزق، هو احنا لو ما كناش عملنا مش عارف ايه كان ايه اللي هيحصل، كنا وبعدين ينزل تتر النهايه باغنيه الاصاله واحنا عارفين انهم مش هيبطلوا في جزء جديد كمان سنتين 3 4. بذمتك مش ده سيناريو الثلاث افلام يعني بجد؟ والجزء التالت مش اكتر جزء ضحكني، حتى افيهات الجزء الاول ستيل افضل، بس اكيد الصرف باين. مشهد التريلا والعربيات كان متصور حلو، مشهد الموتوسيكلات كان حلو، مشهد الترجمه بتاع عمرو يوسف والبت دي كان بيضحك مش هنكر، ومشاهد المدرس ضحكتني بالذات البلوبرز اللي في الكريدتس او التتر يعني. واحمد الرفاعي او احمد الرافعي مش متاكد عمل احسن اداء في الفيلم، وطارق العريان احسن مخرج اكشن في الوطن العربي، واسر ياسين ما كانش له لازمه. وانا ما عنديش مشكله مع فكره انه اعلان لموسم الرياض طالما عملوها حلو عادي. مافيريوس 7 كان اعلان لدبي يعني. بس في النهايه الفيلم لسه ممتع، وتقييمي له 3 من 5. بعدين شفت فيلم الرهينه، انا بحبه الفيلم ده وحافظه يعني، تقييمي له 3.5 من 5. بعدين شفت فيلم الشبح، افلام ورا بعض لاحمد عز، بحضر لفيديو هعمله عشان كده مش هزود في الكلام، بس ده الفيلم اللي فيه اغنيه سالت نفسي كتير يا جماعه، 5 من 5 طبعا وعشان الاغنيه بس. بعدين شفت فيلم بدل فائد، وده برضه هديله 5 من 5، بس ده عشان انا بحب الفيلم ده حقيقي بحبه، ومحمد لطفي عمل شخصيه ايكونيك فيه. وبعدين شفت فيلم ذا سابستنس، لا 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 استغفر الله العظيم يا رب، انا ليه عملت في نفسي كده؟ ما كنت اتفرج على فيلم السفاره في العماره ويقول له الوالد شبه حضرتك بالملي واضحك وخلاص، لازم اعمل فيها سينمائي يعني؟ يعني لا لا الموضوع صعب، حقيقي صعب. لا وانا اللي ايه، قلت في اول الفيلم ده فيلم دموي وبتاع يعني، ما كنتش شايف اللي جاي، ما كنتش شايف اللي جاي. يا اسطى انا اتجننت. بص انت غالبا ما شفتش الفيلم، فما تشوفوش يعني، مش لازم، مش هيفوتك حاجه، ده فيلم من نوعيه الافلام اللي مش لازم تتشاف يعني. انا في النص الاولاني من الفيلم كنت بفكر اني هقول لك ده فيلم تشوفه لوحدك، بس بعد النص التاني فلا، ده فيلم ما تشوفوش اساسا، ولو هتعند وتشوفه فما تاكلش قبل الفيلم ب4 ساعات على الاقل. دي نصيحه يعني. انا يعني مش مؤمن بجو نظريات المؤامره، بس الفيلم ده دليل على وجود الماسونيه. الفيلم ما فيهوش مشاهد جنسيه، مشهد واحد تقريبا، بس فيه عري كتير، لا كتير كتير قوي. بس صدقني انت مش هيتم اغراءك، انت طول الفيلم عايز ترجع اساسا. فده بكل تاكيد اغرب فيلم شفته السنه دي، والسنه اللي فاتت، وتقريبا اللي قبلها، وغالبا اللي قبلها، وبنسبه كبيره اللي قبلها، واعتقد فيلم يخليك تضحك في مشهد والمشهد اللي بعده حاطط ايدك على عينك لانك مش قادر تتفرج على اللي بيتعرض. وعلى الرغم من كده فهو فيلم مبهر على المستوى البصري، يا اما هتحبه قوي يا اما هتكرهه قوي. قصته ان ست مشهوره كبرت في السن، فخوفا من ان يتم استبدالها تستخدم عقار كده المفروض انه بيخليها اصغر بكتير من سنها الحقيقي، بس الدنيا ما بتمشيش زي ما كانت متخيله، فيا ترى ايه اللي هيحصل. بس كده تقييمي للفيلم 4 من 5. بعدين شفت فيلم كوكو، لا مش ده قصته ان في بنت بتنتقل للعيش في كومباوند كده في المانيا مع عيلتها، ولكن بسرعه بتكتشف ان في حاله شمال في الكومباوند ده بعد ما بتبتدي تسمع اصوات غريبه، فيا ترى ايه الحوار. فيلم رعب متوسط، تحسه فيلم تمانيناتي كده، محتاج تتفرج على واحد يشرح كونسبت الفيلم بعد ما تخلصه لانه محتاج شرح، ولكن بعد ما تفهمه وتفهم فكره طائر الوقوار ده بيعمل ايه فتقديرك للفيلم هيزيد. بس ما عنديش حاجه اكتر من كده اقولها عنه، تقييمي له 3 من 5. بعدين شفت كراينز اوف كايندنس. قبل ما اقول اي حاجه بس، ففكره انك في خلال يومين تتفرج على الشبح، بعده بدل فائد، بعده السبستانس، بعده كوكو، بعده كراينز اوف كايندنس بدون اي فواصل بينهم، ده من اسوأ القرارات اللي انت ممكن تاخدها في حياتك يعني. انت في النص محتاج تتفرج على هوت فاز، على سنترال انتليجنس، على حمله فريزر، اي حاجه تطلعك بره المود المهبب ده. بس لو جينا فيلم كراينز اوف كايندنس، فهو فيلم من بطوله جيسي بليمونز، ايما ستون، ويليام ديفو، فيلم طوله ساعتين و44 دقيقه، جواه 3 افلام، حاجه زي سيما علي بابا كده. ده تشبيه سيء قوي، بس هو اقرب حاجه يعني، رغم اني بحب النص الاولاني بتاع سيما علي بابا والله، بتاع الفضاء ده بيضحك. المهم الفيلم بيبتدي باغنيه سويت دريمز، هي ليها معنى جوه الفيلم بس الاغنيه انا بحبها، فده بيزود الفيلم نجمه في التقييم. والفيلم بيقفل على ايما ستون بترقص على اغنيه براند نيو بيتش. This is cinema. فالفيلم انا مش هتكلم عليه. تاني اغرب فيلم في السنه بعد السابستانس، جيسي بليمونز مرعب من غير ما يعمل حاجه حرفيا، ويليام ديفو اسطوري كده كده، ايما ستون انا بحبها بصراحه، وهي شكلها هتكمل شغلها مع المخرج يورجوس لانثيموس، لان السنه اللي فاتت عملوا بور ثينجز، وانا زي ما قلت فهي خلصت كل محتواها الجنسي في بور ثينجز. هتقولي قلت فين، هقول لك قلت مع اصحابي على القهوه عادي، انا ما كانش عندي كورونا وقتها. وفيلم بور ثينجز فيلم تقيل حقيقي يعني، وافضل من كراينز اوف كايندنس.
والفكره ان ايما ستون هتعمل فيلم تاني السنه الجايه مع جيسي بليمونز وبرضه نفس المخرج، وغالبا ويليام ديفو هيكون معاهم. وبس كده، ده كل حاجه محتاج تعرفها عنه. صدقني تقييمي له 4 من 5. بعدين شفت طوكيو دريفت اللي هو فاست اند فيوريوس. مش هتكلم عنه، بس ده بالنسبه لي واحد من افضل اجزاء السلسله. معرفش ليه، يعني انا افضل اجزاء بالنسبه لي هو الجزء الخامس والسابع وطوكيو دريفت، وممكن الجزء الاخير بتاع جيسون موموا. هو الاخير ولا اللي كان قبله؟ مش فاكر بقى، بس يعني هم دول المفضلين، السابع والخامس توب، بعدين طوكيو دريفت، بعدين العاشر ده ولا ال11 بتاع جيسون موموا يعني. وتقييم لطوكيو دريفت 3.5 من 5. بعدين نرجع لعز تاني وشفت ملاك اسكندريه. الفيلم ده بيدي احساس جميل بالنوستالجيا كده، لاني كنت بشوفه من وانا صغير يعني. وخالد صالح الله يرحمه عظيم كده كده، واخر تلت ساعه في الفيلم من اقرب الحاجات لقلبي، حتى لو انا عارف نهايه الفيلم. الفكره مش في التويست قد ما ان هي مكتوبه حقيقي حلوه. وتقييمي للفيلم 4 من 5. بعدين شفت مسجون ترانزيت، احسن فيلم العز مناصفه مع بدل فائد، نور الشريف الله يرحمه مش طبيعي، صلاح عبد الله فنان حقيقي، ساندرا نشأت والله يعني المفروض تعمل افلام اكتر من اللي هي عملتها بكتير، مش عارف ليه مش واخده حقها. وتقييمي للفيلم 4.5 من 5. بعدين شفت فيلم الحفله. الفيلم ده مكتوب انه بطولة احمد عز، بس انا من وجهة نظري الفيلم ده فيلم محمد رجب. انا بحب محمد رجب، والراجل ده معرفش ظالم نفسه ولا الدنيا ماشيه عكسه يعني، بس هو ممثل كويس والله. ولو بصيت على اغلب افلامه هتلاقيها وحشه وما تفهمش ليه. بس الفيلم حلو والموسيقى حلوه ومشاهد التصوير بتاعت الحفله عجبتني، والنهايه برضو عجبتني بصراحه، وما قريتهاش وهي جايه يعني. وتقييمي له 3.5 من 5. بعدين شفت اول حلقه من مسلسل الله غالب ولا غالب غالب ولا ايه، مش عارف، بتاع هادية غالب ده. و بعدين شفت فيلم الجريمه. ما عنديش كلام كتير اقوله عليه بصراحه، فيلم حلو وفيلم ممل، استمتعت وانا بتفرج ولكني نمت وانا بتفرج. احمد عز عمل اداء تمثيلي في مشهد من افضل المشاهد اللي عاملها. منة شلبي يعني مارد الكدواني جامد كده كده. الموسيقى ما ضايقتنيش، وفيلم يستحق المشاهده حتى لو ممل شويه، بس انا شايفه مظلوم يعني. وتقييمي له 3.5 من 5. بعدين شفت فيلم اخويا، فيلم قصير من انتاج نتفليكس بطولة احمد عز برضه. هنا كلامي هيكون اقل كمان، بس ان نجم بحجم احمد عز وافق يعمل فيلم قصير دي حاجه كبيره، خصوصا في الفتره الحاليه، في حاجه تخلينا احترمه كفنان يعني. والطفل اللي في الفيلم كان جميل الحقيقه، انا اسف مش عارف اسمه. وده اخر تعاون بين عز وساندرا نشأت، ويا ريت يعملوا حاجات اكتر من كده سوا، لان هم ما بيعملوش فيلم وحش مع بعض. وتقييمي له 3.5 من 5. بعدين شفت الحلقه الثالثه من اجاثا، وحاسس اني عايز ارجع. بعدين شفت فيلم كلايماكس، واتاكدت اني عايز ارجع. اهو ده تاني دليل على وجود الماسونيه بعد فيلم ذا سابستنس. انت لو شفت الفيلم فانت عارف انا بتكلم عن ايه، ولو ما شفتوش فروح شوفه وتعالى قول لي رايك وانا هتناقش معاك. يعني انا رافع الفيديو ده والقناه فيها 900 مشترك، لو انت بتشوف الفيديو والقناه فيها مليون اعمل كومنت برايك في فيلم كلايماكس وانا هرد وهتناقش معاك عادي، لان ده فيلم انا احب ان اتكلم عنه مع حد. فيلم فرنسي ادق فيلم يوصف تعبير ايه يا جماعه، هو احنا دخلنا النار ولا ايه حرفيا والله. يعني انا كنت متوقع اني هشوف حاجه مجنونه بس مش للدرجه دي، وتتر النهايه في البدايه وتتر البدايه في النص وحاجه يعني تروش. وفيلم قصته مش مهمه قوي، لان يعني قصته ابسط مما يكون، فلا تستحق الذكر حتى. بس حابب اقول ان التسلسل اللي في البدايه بتاع الرقص ده من اجمل ما رأت عيني، والاخراج بشكل عام فشيخ. اخراج جاسبر نوع، مخرج ارجنتيني معروف ولكنه مش معروف عندنا، وانا حابب ان اشوف باقي افلامه الحقيقه، لان اللي عمل الفيلم ده اكيد واحد مش طبيعي. تخيل واحد مش طبيعي اكتر من ارنوفسكي مثلا. فجاسبر نوا في الفيلم ده هو المخرج والمنتج والكاتب وبتاع القهوه والشاي كمان، يعني ده فيلمه بالمعنى الحرفي. والفيلم من نوعيه الافلام اللي بتدور في مكان واحد، ولكن صدقني انت مش هتحس بلحظه ملل. ممكن تحس بشعور اللي هو كفايه بقى، بس ده مش ملل، هتفهم ده ايه لما تتفرج على الفيلم. وتقييمي له اكيد 5 من 5. بعدين شفت الحلقه الثانيه من السيزون الثالث من فروم، والحلقه كانت مشحونه عاطفيا لدرجه العياط يعني، بس برضو مش هتكلم عنها ترينوما للحرق. وبس كده، دي كل الحاجات اللي شفتها الشهر ده. بعد الفيديو ده هينزل فيديو ايه اللي هتفرج عليه في اكتوبر، عشان لو حابب تكون متابع معايا تقدر تشوفه برضو. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب. ولو شفت حاجات من الافلام دي قول لي رايك في الكومنتس. وبس كده، سلام عليكم.